من الذي شرع هذا الطريق؟ أجبرتنا عليها الحرب. والله 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 ما أجبر اليمني على المرور من هذا الطريق إلا بسبب الحرب. من الحوبان إلى مدينة تعز لازم تضرب 12 ساعة عشان تروح إلى هذه المدينة المجاورة. نفس المحافظة ونفس المدينة بين تعز والحوبان 10 دقائق فقط. لازم تضرب 12 ساعة عشان توصل إلى الحوبان أو توصل إلى تعز. 8 سنوات على نفس الحال. من اللي منعوا هذا الطريق؟ من اللي أقفلوا هذا الطريق؟ من كان السبب في هذا كله؟ خلاص نحن تنازلنا عن المنافذ البرية الدولية، اغلقوا كل المنافذ، بقوا لنا منفذ الوديعة، اغلقوا المطارات. اليمني إذا أراد أنه يسافر من اليمن إلى دولة لازم يسافر إلى دولة مجاورة، وبعدين من الدولة المجاورة إلى وجهته. وأكثر الدول ترفض استقبال اليمنيين. هذا الأمر قبلناه وسلمنا أمرنا إلى الله عز وجل. لكن منفذ داخل دولة ممنوع ابن تعز يسافر من هنا إلى هنا، من منطقته هذا إلى منطقته الثانية إلا بعد أن تمر عليه 12 ساعة. يرجع المواطن من الغربة عشان يرتاح في بلده تمر عليه هذه الساعات 12 ساعة، مثل الغربة اللي عاناها 12 سنة أو 10 سنوات في بلاد غيره. طريق صحراء الجوف، تخيلوا معي يا عالم، تخيل يا عالم أن صحراء الجوف صحراء لا يوجد فيها أي طريق رسمي ولا أي طريق معبد، وتمر فيها الشاحنات والسيارات والعالم كله يمر من طريق الصحراء عشان خاطر حربكم السياسية، عشان خاطر حربكم اللي دمرت مستقبل اليمن ومستقبل اليمنيين. صحراء الجوف تحصل فيها الكوارث الطبيعية، تغرز السيارات. تخيل معي أن السيارة تغرز في صحراء الجوف فلا يأتي من ينقذهم أي واحد، يخرج الناس يدهفون هذه السيارة. كوارث في الصحراء. الصحراء ما هي طريق رسمية، فكيف أنت تجبر المواطن أنه يمر من صحراء الجوف؟ يوجد في صحراء الجوف الكثير من قطاع الطرق. من الذي يمنعهم؟ من الذي يصدهم؟ من الذي يردهم؟ لا أحد يردهم. الذي يدفع الثمن هو المواطن، الذي يدفع الثمن هو عابر السبيل. تمر فيها السباع والوحوش، تحصل فيها الكوارث الطبيعية، فتجبر المواطن أنه يمر من صحراء الجوف. اتقوا الله في هذا المواطن، اتقوا الله في هذا المواطن، ارحموا هذا المواطن، ارحموا هذا المواطن. أنا ما جيت أمنعكم من حربكم السياسية، أنا ما جيت أردكم أو أوقفكم من مطامعكم السياسية. أكملوا مسيرتكم السياسية، أكملوا تمزيق اليمن، مزقوا ما تبقى، لكن اتقوا الله في الطرقات اليمنية. راجعوا أفكاركم مرة ثانية، راجعوا عقولكم مرة ثانية، صلوا استخارة وفكروا مرة ثانية، تفتحوا المنافذ والطرقات. كل شخص موجود هناك يتعذر في الثاني، هذا يقول رفض هذا وهذا يقول رفض هذا. الضحية هو المواطن يدفع هذا الثمن، يمر في العقبات، تحصل لها الكوارث في الصحراء وفي العقبات ويعاني الساعات الطويلة. مات بعضهم في هذه الطرق، مات بعضهم من آثار السفر. كبار السن يعانون من هذه المشاكل. ما قلنا شيء عشان بنيتنا التحتية ضعيفة، طرقنا غير معبدة، طرقنا اليمنية ضعيفة جدا. لا نريد منكم أن تصنعوا لنا طرق، ولا نريد منكم أن تفتحوا لنا منافذ دولية ولا مطارات عالمية. نريد أن تفتحوا طرق تعز وطرق مأرب وطرق الجوف، وتمنعوا الناس من السفر في الصحراء، أو تجعلوا لهم حد وتعبدوا لنا طرق جديدة. أكملوا مسيرتكم، أكملوا حربكم، أكملوا مطامعكم السياسية، ولكن لا تمنعوا المواطن من السفر إلى وجهته، ولا تقطعوا طريق الناس وطريق عابرين السبيل.